يمكن من اكتر الحاجات اللي ما كانتش بتخلينا نعمل الكشري كتير، موضوع ان الكشري بجد بيقلب الدنيا. يعني ممكن تلاقي عندك بعد ما تخلصي 30 حلة متوسخين المطبخ، يعني بصوا بيبقى على اخره. فموضوع ان احنا نعمله في حلة واحدة ده بجد والله العظيم سهل علينا كتير. انا عايزه اقول لكم على تركايه كده قبل ما نقعد نرغي 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 وننسى كنا بنقول ايه. البصل حطي له معلقه نشا هيطلع معاكي مقرمش وزي الشيبسي بالظبط. جربي الطريقه دي وادعيلي، صدقيني. يعني بصي، هتخرج معاكي البصل بنتيجه ما شفتيهاش قبل كده. هنا بقى نكمل عمايل الكشري ونقعد نرغي مع بعض. عايزه اقول لكم ان انا من ساعه ما عملت الطريقه دي وانا تقريبا كل ما ولادي يطلبوا كشري بستسهل الطريقه دي اكتر من ان انا اروح اشتري لهم. يعني عايزين ندعي يا جماعة، ندعي للي عمل الطريقة دي عشان وفر لنا وقت ومجهود وحلل ومواعين. بصوا، يعني انا مش مصدقه ان انا كده عملت كشري. خلاص كده الموضوع خلص طبعا، الا بقى لو هنعمل الصلصة على جنب والحمص على جنب، دول ملهمش علاقة. انا عامة ممكن اسلق حمص بكمية كبيرة واشيله في كيس في الفريزر، ومنين ما بعمل كشري بطلع منه. يعني لان انا عندي يعني عندي ولادي دايما بيطلبوا الكشري طول الوقت، فبتلاقيني دايما سلقاه وحطاه في الفريزر. وساعات كمان ببقى بلة العدس واحطه في الفريزر. العدس صحيح اللي انا حطيته على الكشري ده منقوع مش مسلوق. يعني انا نقعاه من مثلا قبل ما اعمل الكشري بنص ساعة ساعة بس، وبرجع بقى استعمله عادي. هنا بقى انا كنت بعمل الدقة بتاعتي دي اللي هحطها للكشري. عايزة تحطي مية سخنة حطي، عايزة تحطي مية ساقعة حطي. انا كده كده بحط لها ميه ساقعه يعني واسيبها شويه، يعني بتقوم بقى الطعم كده بيتغلغل مع بعضه وبيبقى حكايه. لان احنا عندنا الدقه حرفيا اهم من الكشري نفسه، يعني بناكل الدقه اكتر من الكشري. هنا بقى خلاص كنت بغرف. بصوا ازاي بقى تبقي وصلتي لغايه هنا وما حطيتيش لايك وشير وسبسكرايب عشان عيلتي الصغيره تكبر بيكم. خلاص بقى احنا كده كنا بنغرف، واسيبكم بقى مع طبق الكشري الحكايه ده.